إلى أي تأثير أي كذا. كان يعطيهم بنبكشين، يعطيهم مسدس، يعطيهم هيك يعني جفت صيد كذا. ومنين كان يجيب السلاح؟ والله هو كان له مصادر بالشراء، كان يعني يقول أنا عندي إمكانية إنه أشتري من عدة أماكن يعني، حتى كان شوي يذكر تركيا، شوي يذكر مناطق الحدود العراقية، شوي يعني الرجل كان له علاقات ضخمة. كان في أوقات بعض الصحف الأوروبية والأمريكية تيجي على سوريا على حماه يعمل لقاءات معها هو، ويخلينا نعمل لقاءات مع بعضنا. يعني أنا عملت لقاء مع صحفية بالواشنطن بوست، كنا أنا وأربع شباب، أنا وثلاث شباب يعني. شو قلت في هذا اللقاء؟ عمال بيحكوا معنا عن إنه نحن كل حكينا كان غالبا يكون تلفيق، يعني شو هو الواقع نحكي عكسه دائما. هيك كان موضوعنا، يعني انه انا اذا قعدتك مثلا دكتور عطاف تركاوي مع جماعه بدك تحكي، يعطينا الاسئله قبل قعدنا بده يسالوكم كذا بتجاوبوا كذا. يعني مثلا انتم ليش طلعتوا على التظاهر؟ نحن مقيدين بالبلد، ما عم ناكل، ما عم نشرب، تعبنا مثلا كذا. ايه انه شو عم بيصير معاكم بالمظاهرات؟ حدا عم يعترضكم، حدا عم كذا؟ نقول لهم في عم بيصير في هجوم امني علينا، عم يقتلونا، عم يقوصونا، عم بيموت مننا ناس. يعني ما معقول واحد عم ينزل بيشوف العالم عم بتموت وينزل يتظاهر مره ثانيه. نحن دائما كنا نحكي عكس الواقع. ايمتى بدأ أعمال المجموعات المسلحة؟ بدأ عمل المجموعات المسلحة بأثناء تسكير البلد، وقت اللي حماه صار فيها حواجز وتسكرت. مين أقرأ الحواجز؟ الأهالي أهالي ولا اللجان الشعبية؟ طبعا هن اللجان الشعبية اللي شكلوا الدكتور عطاف تركاوي، هن اللي صاروا ينسقوا بقى بعدين بدنا نسكر هون، بدنا نعمل كذا، بدنا نسوي. صارت الأوامر تجي تتنفذ فورا، لأنه اللي عم بيقولها عالم له تأثير بالأرض يعني. فتشكلت اللجان الأمنية بقيادة شاب اسمه عبد الصمد العيسي، هو ومعه مجموعة ضخمة كانت، وفي طبعا تذكر أسماء بارزة أيضا؟ أبو فلان، أبو مثلا جعفر، أبو إبراهيم، أبو محمد، يعني ما كانوا يعطوا أساميهم. هاي اللجان الأمنية صارت تهجم على مقار الشرطة والمفارز الأمنية والأماكن حفظ النظام، قيادات الشرطة، الشركات القطاع العام. صارت تهجم وتنفذ فيها عمليات قتل وإجرام وذبح وكذا. هون اضطرت الدولة تتدخل. أثناء دخول الجيش على المدينة توزع هذا السلاح لكل المدينة. لسه ما كان الجيش يعني داخل المدينة، لسه على محيط البلد، وكان في لسه تمركز، يعني لسه الجيش ما كان بيفكر يدخل. بس وقت اللي تجاوزت اللجان الأمنية وأهل مدينة حماه حدهم، طبعا اضطرت الدولة تتدخل لتقضي على هذا الفساد اللي صار. كان في مجموعات دخيلة على المدينة؟ هي طبعا هي المجموعات الدخيلة خلقها بالبلد وقت الهجوم على مقار الشرطة. في مجموعات يعني نحن كنا كأني أول مرة بنشوفها. في مجموعات كانت دقونة طويلة وقلابيات قصيرة، أجسامهم ضخمة، ما يعني ما يحكوا معنا. هدولي يلي هجموا على مقار الشرطة، مخافر الشرطة والمفارز الأمنية بالبلد. مو بس لحالهم طبعا، هجم معاهم الأحياء يعني، بس هن كانوا مساعد ضخم جدا بهيك عمليات، بعمليات الهجوم واطلاق النار وكذا. كلهم كانوا مسلحين بروسيات، ما فيهم واحد معه بومبكشن مثلا. هلا حاولوا بعض الشباب يتواصلوا معهم انه مين هدول، مين هن، مين كذا. يلتقى واحد حموي بيناتهم يحكي معهم. بعدين اكتشفنا انه هن من جند الشام، واغلبهم من برات حما، حتى في منهم كأني من برات سوريا يعني. مين دخلهم على حما؟ ما بتصور غير انه الدكتور عطاف تركاوي اللي دخله، لانه هو يعني وصل لنتيجه بالاخر. ايمت ما رحت لعنده تلاقي عنده مجلس اكثر من 50 شخص. علاقاته كانت كثير كبيره، يعني كان كثير وصل لمرحله سيطر على البلد بشكل كامل تقريبا. اشتروا شيء غير السلاح بالمصاري؟ ايه، في كانوا ينزلوا اكل على المظاهرات، سندويش، عصير، كذا. كمان هي الشغله اكتشفنا فيها قصه، انه بكل سندويشه بالورق الملفوف كانوا يلفوا 500 ورقه
مشان المتظاهر ياخذها ينزل يتشجع ينزل. وبالسندويش كان في حب مخدر يطحنوه يحطوه بقلب السندويش مشان قد ما طولت المظاهرة ما يشعر المتظاهر انه هو مثلا نازل عم يؤدي غلط طويل ب500 ورقة. في نوع ثاني كان ينعطى للجان الأمنية مخدرات حب ينعطى علنا، واللجان الأمنية تعرف انها عمال تاخذ حب. هذا حب المخدر كان يخليهم يقتلوا بشراسة وبهمجية يعني. غير اللي بينطحن مع السندويش مع الكباب، غير تبعوت الكباب، هدول تبعوت الكباب ما عارفانين انه هن عم ياخذوا مخدر يعني. اما هدول المتظاهرين العاديين اللي هن من عموم الشعب يعني، اما اللجان الامنيه لا عارفانين انه هن شغل مخدرات واجرام. مين اللي كان يوزعها؟ كل مجموعة توزع جزء يعني. مثلا اللجنة الأمنية كان مسؤول عن توزيع عبد الصمد العيسي اللي هو القيادي العام تبع اللجنة الأمنية، هو يوزع لهم حب ودائما معه حب يعطي للعناصر تبعته لمجموعته يعني. المظاهرات كانت تتم بقى عن طريق مجموعات بالخفا يعني. حتى نحن اللي كنا على اساس مقربين من الجماعات هي ما عرفنا بقصه المخدرات تبع الساندويش الا متاخر يعني. كانوا في شغلات كثير يشتغلوها بالسر. شو مصدر المخدرات من وين؟ يعني بده يكون عبد الصمد العيسي اللي عم يجيبها، لانه هو من الاساس كان بيشتغل بالمخدرات وبالحب وبالهيك. في بعض المواد سمعت انا عم تجيهم من تركيا الى ماكينات هون كانه مكابس او شيء بيعملوها بحما يعني. عبد الصمد العيسي كان عامل مجموعه امنيه رئيسيه بالمدينه، كان مقر دوار البحره، بيقولوا له دوار البحره على طريق حلب بالحاضر. جنبه في حديقه عامه، كان مستولي على هي الحديقه العامه، يقعد يعمل لقاءاته مع العالم فيها وقت اللي يظهر يعني. هو كان غالبا يظهر باوقات معينه بالحديقه هاي. هلا اللي حوالي الحديقه العامه كلها مقار كانت له، فيها مقر سجن، فيها مقر قتل، فيها مقر اسلحه، مقرات اسلحه كذا. موزع على جماعته كان اسلحه حديثه يعني، بواريد امريكيه، بواريد روسيه، قنابل. كانت مهمتها خطف اي شخص بيتعامل مع الدوله يعني، حتى لو كان حارس على افراد الحزب خطفه، وغالبا بعد التحقيق كانوا يقضوا عليه يعني، يقتلوه ويزتوه بنهر العاصي. مجموعة كانت إجرامية ضخمة يعني. كان في مجموعات تانية فرعية صغيرة تشكلت لحالها كمان كانت تقوم بنفس الأعمال، بس كان المسيطر الأساسي على هذه القصة هو عبد الصمد العيسي. وكان يجي أموال من خارج. عبد الصمد غير المصاري اللي يقبضها عطاف التركاوي أو الدكتور عطاف التركاوي أو يتم تحويلها بشكل علني، كان له تحويلات خاصة فيه. كان في جهات هو يتصل فيها يعني. يظهر كان مع الإخوان له علاقة كويسة يعني مع الإخوان المسلمين، لأنه كان يعني البذخ اللي عايش فيه رجل ما ممكن مليونير يتحمله يعني. دائما بجيبه حب مخدرات ومعه مصاري ومعه كل شيء يعني. توفر أي شخص بيجي لعنده من جماعته بطالع بيعطيه فورا. شهدت أنت عمليات قتل وتعذيب داخل مقراته؟ وقت اللي بده ينفذ عملية ما يقول لحد، بعد ما تتم العملية يقول أنا عملت كذا، نحن نفذنا كذا. بعدين عملياته كتير كترت وضخمة يعني. وصلنا لمرحلة نحن صرنا إذا بدنا نمشي بالشارع من قرن لقرن نخاف لا يجوا جماعة عبد الصمد يختطفونا وكذا. حتى في جماعة من جماعته أطلق عليهم اسم أمن العرعور من جماعته يعني. كان عددهم كبير يعني، ما لهم قلال. كان عنده يعني عدد أمني مسيطر على البلد، وهمتهم قتل رجال الأمن ورجال الشرطة، قتل أي حد بيتعامل مع الشرطة أو مع الدولة أو مع النظام أو حتى لو كان مع الأمن الجنائي يعني. أنت كلجنة أمنية كيف كنت تتواصل مع عبد الصمد؟ شو كانت مهمتك لما تتواصل معه؟ كان عبد الصمد يتواصل معنا عن طريق الدكتور عطاف التركاوي. الدكتور عطاف يدق لنا انه مثلا احكي اذا صار حكيت مع الجزيره او حكيت مع اورينت او اطلب انت جماعه السعوديه احكي معهم، قل لهم الامن اليوم اختطف احد اهالي مدينه حما. هو مين بيكون خطفه؟ بيكون خاطفه عبد الصمد العيسي، بيكون خاطفته اللجان الامنيه.
تواصلنا مع عبد الصمد كان يتم عن طريق عطاف التركاوي، عن طريق الدكتور عطاف التركاوي. هو يعطينا التعليمات شو بدنا نحكي، بالنسبه لعبد الصمد كيف بدنا نغطي عليه يعني. كل شيء يعمله عبد الصمد نلزقه بظهر الدوله. اثناء التظاهرات واثناء المشاكل هي اللي كانت تصير بالبلد، في مدينه حماه صار في مو مدينه حماه بشكل كامل، يعني نحن بالذات صار في عندنا شغله غسيل دماغ تقريبا بالبلد كلها. يعني اللي برا يتصلوا فينا انه النظام انتهى، البلد خلصت، نظام ما عاد فيه، بده يصير فيه تحول ضخم، فانت يا بتكون معنا يا علينا، وان كنت معنا ترى الاموال اللي بدك تقبضها شيء ما ممكن تحلم فيه ولا بقصص الف ليله وليله. سيارات ووظائف ومصاري وبيوت وكذا. فكانوا عم بيحاولوا كثير، والدكتور عطاف تركاوي كل ما نقعد معه تقريبا قعده او هيك يصير لقاء او يصير كذا، كان حتى لو ما حكى بصوره مباشره يحكيها بصوره هيك فرعيه يعني او كذا، انه النظام انتهى. فكانوا دائما يحاولوا يعملوا غسيل دماغ للبلد كلياتها، يعني انه انتم افضلكم هلا تيجوا تنضموا ان تغيروا الكذا، تنزلوا تتظاهروا وتكثروا مظاهراتكم مشان تستفيدوا بعدين، اما النظام ما بقى فيه. فهذا الامر كان كثير هيك يعمل غسيل دماغ للناس. في ناس بتصدق، يعني في عالم مضغوطه عليها ديون عليها كذا، فبيقول لك والله انا اذا بدي اقبض مصاري ممكن انه. ما كنت تسال عن مصادرها؟ مصادر الحكي؟ مصادر المصاري؟ مصادر المصاري لا ما كنا نسأل، كنا نحن المهم انه يجي حدا يعطينا مصاري نشتري سلاح نشتري. ما تناهى لسماعك مصدر من المصادر؟ والله نحن كنا يعني انا وقت اللي مثلا يحكي معي حمدي يقول لي وحيد صقر بده يدفع، العرعور بده يدفع، مثلا جماعة العدالة والبناء بده يدفع، وجماعة خدام بده يدفع، كله كأنه كان عم يشتري مشترى، يعني ما يعني مو هيك عم يدفعوا هيك. معنا من درعا شاهد العيان أحمد، كنت شاهد عيان على ما حدث اليوم، ما شهدته درعا، لو تروي لنا ما شاهدت. بعد صلاة الجمعة تفضل. الجامع العمري توجهت مظاهرة تنادي بالحرية. نعم تفضل. توجهت مظاهرة